المنتخب الوطني المغربي إذن يحقق تعادل ثمين ونقطة غالية أمام منتخب كرواتي عتيد وقوي وصيف بطل العالم النسخة الماضية بخط وسط ميدان كرواتي عالمي فيكم كوفازيتش بروزوفيتش ولوكا مودريتش، وأيضا خط هجوم ناري فيكم لاعب كراماريتش وبيريزيتش. كنعتقد على أن المنتخب الوطني المغربي قدم مباراة بطولية، مباراة قتالية ورجولية، أداء تكتيكي عالي وعالمي من المدرب وليد الركراكي، منظومة دفاعية اشتغلت بشكل جيد، لاعبي ديال المحور كل من غانم سيس ونيف أكرد قدموا مستوى عالي، رغم ان نيف اكرد عرفناه على هذا الموسم كان مصاب وراجع من الاصابه، لكن صراحه خرج مباراه مثاليه، مباراه تليق بالاسم ديالو. الاظهره حكيمي ما شفناش هجوميا لكن دفاعيا اشتغل كثير. سفيان امرابط صراحه وحش في وسط الميدان، استرجع مجموعه من الكرات رغم انه ارتكب بعض الاخطاء خاصه على مستوى التمرير، لكن فاش كدير التقييم الاجمالي ديال سفيان امرابط في المقابله كنعتقد على انه كان قوي في الالتحامات الثنائيه، فتك مجموعه من الكرات، كان جيد على مستوى اخراج الكره. هجوميا المنتخب المغربي ما اشتغلش كثير، خاصة غابت الفعالية والنجاعة الهجومية. إذا تكلمنا على يوسف النصيري صحيح على أنه ما توصلش بكرات كثيرة، ضيع فرصة سمحت التسجيل خاصة في الشوط الأول بتمريرة دائرية من حكيم زياش، إلا أنه في المجمل قدم أدوار تكتيكية مهمة خاصة في المنظومة الدفاعية. زياش قدم أداء جيد خاصة في الشق الدفاعي. أما بوفال صراحة علامة استفهام كبير على اللاعب سفيان بوفال في هذه المقابلة، لاعب يعشق المساحات واليوم المساحات كانت غير موجودة مع دفاع كرواتي قوي وقوي جدا. اما اذا طرحنا السؤال شكون هو اسوء لاعب في المنتخب الوطني المغربي ضد المنتخب الكرواتي، بدون ادنى شك وباجماع من الجمهور المغربي غادي نقول عز الدين أناحي، اللي قدم بكل صراحه واحده من اسوء المباريات ديالو مع المنتخب الوطني. ممكن تكون هي رهبه اول مباراه له في كاس العالم مع المنتخب الوطني، لكن ماشي هو هذا الاداء اللي عودنا به عز الدين أناحي، خاصه في الربط ما بين خط الوسط وخط الهجوم. في الجهه المقابله اذا طرحنا السؤال شكون افضل لاعب كان في المنتخب الوطني المغربي، بدون ادنى شك وباجماع ايضا الحارس ياسين بونو. صراحه هذا الحارس يثبت مرة أخرى على أنه حارس عالمي ويؤكد استحقاقه بفوزه بجائزة زامورا كأفضل حارس في لا ليغا. ياسين بونو نقد المنتخب الوطني المغربي في وقت حساس في الأنفاس الأخيرة في الشوط الأول، يعني فرصة اللي صعيب تخرجها بديك الطريقة. خص يكون الاسم ديال ياسين بونو مرة أخرى يثبت على أنه حارس من طينة الكبار. وأيضا في الشوط الثاني مع البداية ديالو نقدنا ضربة ركنية المنتخب الكرواتي، كاد أن يسجل في الدقائق الأولى من الشوط الثاني، وبالتالي كنعتقد على انه فاش كيكون لديك حارس مرمى بقيمه ياسين بونو ما يمكن لك الا تصمد. والحارس ياسين بونو بهذا التصديات ديالو كنعتقد على انه عطى ثقه كبيره للمدافعين ديال المنتخب الوطني المغربي والمنظومه الدفاعيه ديال المنتخب بشكل عام. ايضا من اللاعبين اللي خذلونا في هذه المقابله عبد الصمد الزنزولي، عندما دخل مكان سفيان بوفال شفناه ما كيلعبش لصالح المجموعه، ولكن اللعب ديالو كله فردي وتميز بواحد الانانيه كبيره وبمجموعه من الاخطاء على مستوى التمرير، وما نجحش باش يخترق في العمق في حتى شي محاوله وحتى شي مناسبه. كنعتقد على ان الاداء ديال الزنزولي اليوم كان ضعيف، خصنا نبحثوا في المقابلات القادمه على حلول بديله، ربما الدفع بورقه الزاروري، ربما نلعبوا الياس الشاعر. الزنزولي بهذا المستوى كنعتقد على انه ما يمكنش يقدمنا الاضافه امام المنتخب البلجيكي، وبالتالي كنعتقد في المجمل مباراة بطولية نقطة ثمينة وغالية أمام منتخب كرواتي قوي جدا، في انتظار التأكيد أمام المنتخب البلجيكي في الجولة الثانية والمنتخب الكندي في الجولة الثالثة. كنعتقد على أن المباريات المتبقية لازم على أننا نتحلوا بالشجاعة على مستوى الهجوم، لازم على أننا ناخذوا لو ريسك نغامروا. الا بغيتي تتأهل للدور الثمن النهائي خصك تماركي اهداف باش تسجل اهداف، لابد من انك تغامر، لابد انك تطلع البلوك، لابد اننا نبداو بحمد الله بكونه لاعب اللي مزيان في البوكس، لاعب اللي كيعطيك العمق ولاعب اللي حاسم امام المرمى. كنعتقد على ان المنتخب الوطني المغربي في المقابله القادمه حمد الله مكان نصيري وايضا الصابري مكان عز الدين أناحي. هذه هي التشكيله اللي كنعتقد على انها قادره على تحقيق حلم المغاربه والتاهل للدور الثمن النهائي في نهائيات كاس العالم قطر 2022. اللي مازال ما اشتركش في القناه هذا هو الوقت باش تشترك، فعلوا زر الجرس باش يوصلكم جديدنا اول باول، ديروا لايك. تحياتي لكم والى الفيديو المقبل.